والله برضو متعة الايجيبشن ليج دي ليها طعم تاني. الاهلي كسب طلائع الجيش 2-1 في مباراة كانت صعبة نسبيا، ولكن الاهلي قدر يكسبها. كلام في الكورة مع احمد نصر. اعمل لايك للفيديو واعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نتكلم عن المباراة. في المباريات اللي زي دي، في عز ما العالم كله مشغول في حتة معينة، الدوري المصري لوحده وهو بيستقنيس كده، يعني ليه جانب اخر لوحده. فقبل كاس العالم كان نص الدوري المصري بمشجعين الدوري المصري مؤيدين جدا ان احنا لازم نلعب في كاس العالم، وقصدي كاس العالم شغال، والمباريات بتاعتنا دي يعني هيكون مين؟ التوانسه هيرجعوا بدري بدري، ونبتدي هم دول اكبر فئه يعني في الدوري المصري اللي عندهم لعيبه في صاعدين كاس العالم زي سيف الدين الجزيري وعلي معلول، ومش مشكله خالص، ده لاعب هنا ولاعب هنا والامر هيمشي، ونبتدي نعمل مباريات عشان خاطر نواكب الدوريات التانية او نلحق شوية الدوريات التانية. ولكن لما ابتدى كاس العالم، تيجي بقى تتفرج على متعة الكورة ومتعة الأداء والتصوير والإخراج والإنتاج، وكل ما كل عايز تقول حاجة حط كل حاجة تمتعك في كاس العالم. لما بتيجي تبص بقى على الدوري المصري، وانت بتقلب كده وتجيب ماتش الزمالك قصدي، وماتش الاهلي وبقى ماتش بيراميدز والحاجات دي، برضه جواك انت برضه بقى بيجري في دمك، خلاص بقى ادمان الدوري المصري. وبرضه شايف الماتشات بقى، الفرق اللي بتقفل واللي بتخنق اللعب واللي بيباتوا في ال 18، وان الاهلي يفضل ضاغط طول ال 90 دقيقه، وان الاهلي مش عارف يلعب كورته عشان خاطر في ناس ميته جوه ال 18، وان الاهلي جاب جون بالعافيه ودخل فيه جون بطريقه شلوت. بص انت تقعد تتكلم في سياق انت الواحد، انت حتى انت مش عارف تقول ايه. يعني انت بتتفرج على مباراه تقول ايه وايه ده يعني. كمان بقى رغم ان انا كمان بتفرج على ماتش الاهلي وطلائع الجيش، بس انا حاجه وانا كمان بتفرج على الاهلي وهو بيخسر، يعني هو مش بس كده كمان يخسر، احنا لسه الزمالك متعادل 1-1، فالموضوع ده يبقى في صالحك لو انت كسبت الاهلي، فلازم الاهلي يكسب. فتحسيت كده ان انت ضحك عليك فجاه. ولكن يعني انا ما اعتقد ان دي لسه بتاعت البدايات. بدايات مين بقى؟ كولر. طب ليه؟ عشان خاطر هو مش واخد على الدوري المصري. مش عارف هو كان فاكر ان الدوري المصري جامد وبتاع، والنادي الاهلي واخد اكبر رقم في افريقيا، فاذا الدوري المصري جامد، والمنتخب المصري واخد 7 بطولات افريقيه، فاذا الدوري المصري جامد بقى، وفي تحديات كبيره بقى، والبطل اللي كان السنه اللي فاتت الزمالك، والسنه اللي قبلها الزمالك، واللي قبلها كان الاهلي، ففي تحس هو اشترى الفكره من بدري، فما كانش يعرف ان في يعني الدوري المصري ممكن نقول ان هو 18 فريق تقريبا. ال 18 فريق ده فيهم 2 بيهاجموا، واحد بيباغت اللي هو بيراميدز، والباقي ميت في ال 18. ميت، هو مش هنخرج من ال 18، احنا هنجيب الجون وننام عليه، ده ان جبنا الجون، ولو ما جاش مش هنخرج برضه، خسرين 4 وهندافع وهنخرج اللعب وهنشلل اي حد هيتفرج على الدوري المصري. انت تقرفونا ولا ايه؟ نهبط درجه تانية عشان خاطركم. مباراة كانت لذيذة، أدى السولية مباراة رائعة، قفشة كان فايق جدا جدا، طاهر كان فايق جدا، أكرم كالعادة رغم الترقيصة اللي راح واخدها كده في الشوط التاني، بس شغال أكرم. محمد الشناوي كان أداؤه رائع، بس بعض الأخطاء الدفاعية اللي تسببت في الجون اللي هي ما تزعلش. وبعدين أنا عايز أفهم حاجة بقى في الفار، لما الكرة بتاعت طلائع الجيش الجون اللي اتلغى، يعني هو لسه في حد بيلعب كورة بيمد ايده كده ويجيب جون بايده كده؟ يعني ده اللي بيجيب جون بايده كده بيبقى مكسوف كده. لا وسبحان الله سرعه الكوره وهي داخله كانها خبطت في دماغه، فتلاقي الملعب يعني اللعيبه ما حدش اعترض يعني، ولا الشناوي اعترض اللي هو اقرب واحد للكوره، ولا اي خط دفاع بالكامل اتكلم، كله اعتمد ان الكوره جون. يعني هو كله اعتمد ان الكوره جون. شفنا ظهور جيد جدا لبيرستاو، يعني بقى له فتره غايب. لعيبه الاهلي بشكل عام برضو جو اجواء كاس العالم واخداهم، محدش مركز اصلا في الماتش اللي شغال. وده اصلا يعني ممكن اقول لك على حاجه، ده موجود عند كل فرق الدوري المصري. اصل انت فاصل، العالم كله فاصل دلوقتي، كل العالم بكل الدوريات فاصله. يا راجل ده قطاع الناشئين في الدوري المصري بيلعب، فانت بتقول ايه؟ انت بتقول احنا في دنيا، احنا يا جماعه في حته بعيد قوي، احنا في حته بعيد قوي عن العرب، مش عن حتى الاوروبيين، ولا اللي هو
في الكوبا بقى وامريكا الشماليه ولا امريكا الجنوبيه، احنا بعيد حتى عن العرب. فكانت مباراه سيئه جدا بالنسبه للنادي الاهلي رغم الفوز، وكولر لسه ما حطش ايده على كل حاجه، ولعيبه الاهلي ما كانتش مركزه 100%. ويمكن ان احلى حاجه في المباراه دي اللي هو انت يعني شفت قفشه فايق، شفت طاهر فايق، شفت السوليه فايق، شفت اللعيبه كده يعني ابتدت تستعيد الكتير من مستوياتها. غير كده انا ما شفتش اي حاجه في المباراه جيده تانية. يعني انا شفت ان كان ممكن طلائع الجيش ضغط لفتره رغم ان المستوى البدني بتاعهم قل في اخر الشوط الثاني، وان الاهلي ابتدى يدافع قصاد طلائع الجيش. شايف كمان ان كولر يعني اداء سيء في مباراتين اتنين ورا بعض. كل مباراه ليها ظروفها الخاصه، بس انا شايف ان الماتش الجاي الاهلي لو فضل بنفس الاداء ده هيتعادل، والماتش اللي بعده هيخسر. اصل هو سلم كده، طول ما انت بتكسب باداء سيء اعرف ان النتيجه اللي جايه لا محاله تعادل، ولو في التعادل الاداء كان سيء اعرف ان النتيجه اللي بعدها رسمي خساره. فلازم كولر يفوق في لعيبته، لازم اللعيبه كمان تفصل. يعني وده صعب اصلا عندنا في الدوري المصري ان اللعيب يفصل، بس لازم اللعيبه تحاول تفصل على انها هي لسه بتلعب في الدوري الممتاز، وان لو ضاع منها نقط في سباق الدوري من دلوقتي من الصعب جدا ان انت تعوضه قدام. والاهلي لازم يتعود او يتعلم من اخطائه، والكلام ده لازم الاداره توجهه للمدرب ان انت لازم تفوق لعيبتك ان احنا مش عايزين نخسر الدوري للمره الثالثه من الزمالك. لازم تفوقوا وتعرفوا ان السبب في خساره الدوري الموسم اللي فات واللي قبله هو خساره ماتشات او تعادل في ماتشات كانت قريبه جدا من النادي الاهلي. فلابد من تدخل الاداره ويتعرف قيمه الاحداث اللي بتحصل او التطوير الطبيعي للاحداث اللي هتحصل دي، ان هو كده ماشي في الطريق الغلط. كسب رغم الاداء السيء، بس لابد من ان انت يكون في شراسه اكتر هجوميه، ولازم تكون عارف ان انت هتقابل فرق ما بتعملش اي حاجه خالص قدامك غير انها تدافع. وبكده اكون انا خلصت كلامي. لو استفدت اي حاجه اعمل لايك للفيديو واعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد ناصر، الى اللقاء.